هلا حبايبنا، شلونكم؟ اخباركم؟ يا رب تكونون بخير. نلتقيكم اليوم بفيديو جديد ووصفة جديدة وان شاء الله يا رب تعجبكم. واسفين على هذا الانقطاع بسبب الدراسة والامتحانات، وتعرفون رمضان ويحتاج من رمضان لحد الآن تقريبا أنا ما منزله فيديو لأنه كنت كلش مشغولة ويا الأولاد، وإن شاء الله متفرغين بالأيام الجاية وما عندنا شيء. واليوم وصفتنا كلش حلوة وسهلة وبسيطة من المطبخ المصري. طبعا كنا بنشوف المسلسلات المصرية والأفلام اللي بيها الفطير المشلتت، كل شيء عجبنا انه نجربه ونعرف شنو طعمه. اليوم سويته وياكم طريقه ولا اسهل، كلش طيب، يعني انصحكم وتجربوه. ما يحتاج تعب، ما يحتاج ما يحتاج وقت ولا جهد ولا هاي. شغلاته كلش بسيطه، تحضيراته كلش بسيطه، مواده كلش بسيطه. اي اضافات تقدرين انت تخليها وياه، هاي شغله راجعت لك. نبدي احنا هنا شنو انا شخاله. خليت كيلو كامل مال طحين، ورشة ملح صغيرونة، اسم رشة خفيفة، ورشة شكر. هذا كل اللي يحتاجه الفطير، يعني ما يحتاج أي إضافات ثانية، لا زيت لا خمرة لا هاي السوالف، هذني كلهن ما يحتاجهن، بس الملح ورشة ملح ورشة الشكر. وها هي تبدين تخلين المي شوي وتعجني، تبدين تعجني بإيدك، تبدين تعجني بالعجانة. هاي شغلة بعد راجعت لك بكيفك اللي يناسبك سوي. طبعا بنات طعمه كلش طيب، أنصحكم تجربوه، كلش ينفع بريوق الجمعة، إذا عندك عزيمة عصرية. طبعا ما سويته الأحد إذا ما كلش حبة خفيف. طبعا هو شنو بنات، إذا أكلتيه لازم وياه شغلات خفيفة، يعني لأنه هو واحدة بالدسامة مال الزبد والدهن يكون يعني شوي نوعا ما ثقيل، يعتبر أكلة دسمة، مو فتشي خفيف. يعني أنا مرات يقولون خفيف ومدري شنو، لا والله مو خفيف، دسم، كلش دسم. يعني أنا من سويته أكلنا وياه شغلات خفايف، دبس وراشي وقشطة جيمر، أجبان خفيفة. هاي الأشياء اللي قدرنا ناكلها وياه. تظلين تعجنين إلى أن تلتم عندك العجينة، وتصير العجينة زينة، لا هي قاسية كلش ولا لينة كلش، انت بعد بكيفش. طبعا بالشتاء شوية ياخذ وقت، لازم العجينة شوية تصير قاسية بها قساوة، العفو شوية لينة وتاخذ وقت بالتخمير. بس بالصيف لا، شوفوا من يصير عندك شي ناعمة مطاطية، ها هي بعد تعوفيها ترتاح، هي بدون خمرة طبعا. راح تكوريها، يعني هسه أنا هاي الصينية حاطة بيها زيت، وكورت بيها القطع مال هذا الفطير. شوفوا بنات، تسوي هيك قطع صغار، يعني كور صغار شنك تسويهن وتخليه يرتاح. يعني ايش قد ما خليتيه يرتاح هو احسن، بس يعني مو اكثر من فد ربع ساعة نص ساعة بالهواية، يعني 10 دقائق ربع ساعة هاي كلش كافي تبين تشتغلين بيه. طبعا انت خاله يمك يعني كاسة مذوبة زبد ودهن، او بس زبد كيفك، او بس دهن، يعني هاي شغلة يعني كيفك راجعت لك. تحطين بالأرضية دهن أو زبد، ومثل ما تشوفون باعوا أنا أخلي عليها الدهن وأفتحها، أخلي عليها الخليط. أنا خليط مسوية دهن وزبد، دهن حر وزبد، حتى يعني أعزز النكهة وأخلي النكهة مالتها تكون كلش طيبة. والله بنات يعني بدون ما أمدح به، يعني من مدحه نفسه وذمها، بس ما حد أكله إذا ما كلش حبه. يعني قالوا لي عاشت إيدك كلش طيب، وفعلا طعمه كان كلش طيب. أتمنى يا رب جربوه ودزولي راح أخلي لكم مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بيه، راح أخلي لكم إياها، وكل واحد يجربه يدز الصور حتى ننزلها. أي أحد مجرب الفطير المشلتت على طريقتي ينزلها. شوفوا بنات، طبعا هي العجينة راح تكون مطاطية، يعني حتى لو انفتحت من الجوانب عادي، أهم شيء إنه الوسط ما ينفتح عندك. راح تسويها هيك بهالشكل وتخليها على صفحة. هاي أول وحدة أنت خلصتي منها، كورتيها خليتيها على صفحة. ترجعين تخلين القطعة الثانية، تفتحين القطعة الثانية. طبعا أنا تشوفون الفيديو كلش براحتي، عفته وما سويت لكاتات أو هيك شيء، حتى تبقون وياي خطوة بخطوة تشوفون شلون أسويه خطوة بخطوتها حتى تضبطوا. شوفوا انت من تجري هيك باطراف اصابعك، يعني مو تجري هيك بايدك كل هيك، بالاصابع مالتك بس تجري. تجرين العجين تفتحيها وتخلين عليها الزبد والزيت، العفو الزبد
والدهن بنات لا تستخدمون الزيت، لأنه الزيت ينشفها كلش. إذا تردين تستخدمين الزيت شوية تخلين بالأرضية، يعني مثل وين أنت تخلين على الميز أو هيك شيء، وين المكان اللي تفتحين بيه شوية خلي زيت. هاي طبقنا الثانية، القطعة الثانية نخليها همينة على صفحة. يعني بنات يعني مثل ما تشوفوا لا استخدمت جلافز ولا أبد، لأنه أنا ما مسويتها لأحد، أنا مسويتها إن البيت. وصادف والله يعني إجوا خطار وأكلوا منها وكلش عجبتهم، يعني كلش عجبتهم. الأولاد كلش حبوها. بحيث سويت قمت أكثر من مرة أسوي صغار هيك قطع وأخليها بالثلاجة. مرات الصبح نطلعها بالريوق، مرات العصرية ويا الشاي نطلع شغلات وناكلن. يعني كلش حبيناها كلش طيبة، أنصحكم يعني تجربوها وإن شاء الله تنجح عندكم. هسه شوفوا بنات هنا مو فتحنا العجينة بهالطريقة هاي. راح نجيب واحدة من الكور اللي سويناها ونخليها بالنص ونطبق عليها. هاي انتي ايش قد تردين كم طبقة ترديها، هاي شغلة راجعت لك. يعني تقريبا هي شوفوا كل وحدة تاخذ لها أقل شيء أكثر شيء 3 طبقات، مو أكثر يعني، حتى لا تصير عندش ثقيلة وشوية تحسين العجينة اللي جوا وبعدين يحتاج لها يعني. والأخص إذا أنت بعدك جديدة فسويها خفيفة، من يعني تتمرسين أكثر بعمل الفطير عادي سويها ثخينة أو طبقاتها أكثر، لأن أنت بعد عرفتي شلون تسيطرين عليها بالحرارة والشوي وهاي السوالف. هسه احنا هاي الفطيرة اللي شلناها سويناها طبقتين. هاي الثانية اللي سويناها أول شيء اللي سوينا كورتين وخليناهن على صفحة، فكل وحدة سويتها. أنا هنا راح أسوي كل وحدة أصور 3 قطع، يعني كل 3 شنق أفتحهن وأخليهن وحدة ببطن الثانية وأفتحها، وواحدة منهن أصور سويتها 4 أو 2 سويتهن 4، لأنه أنا تمرست بيها فبعد أعرف شلون أشويها. الفطير يحب نار عالية طبعا بنات، يحب نار عالية ما يحب نار هادئة، يخرب عندك يهفت. من نسوي بنار عالية يهفت ويعجن وما يستوي. بالنار العالية تحطيه على الرف الوسط لا تنزليه حتى لا يحترق. بعد هسه أنا هنا عندي كورتين مطابقتين، هسه خليتين بهاي الثالثة. حتى قلنا نخليه على نار عالية والفرن محمي مسبقا، وتحطيه بالنص شوية يعني أعلى من مكان النار حتى لا يلشع عندك والطبقات الباقية تكون ما مستوية. هاي الطريقة مالته مال الشوي ياخذ تقريبا 10 دقائق بس. تقول هيك يعني الشيء اللي ترفعيه من جوا شوفي يتحمر. ها هي شقرة الأرضية مالته. تقول بي انت يبين عندك يعني حسب خبرتك بالشوي والهاي يبين عندك انه هاي هي تحسي استوى. دقائق تفتحين النار الفوق عليه. طبعا مرات اذا الفرن محمي من بالاخص من تشوين 2 3 يعني اوريدي هو يستوي فوق وجوا، الفطير يستوي فوق وجوا، ما يحتاج اصلا حتى تخليه على يعني على الفوق، ما يحتاج تفتحين النار الفوق. هاي هنا سوينا قدامكم كل وحده خلينا لها فتحنا لها كورتين او 3. شفتوا شلون شويناها وشلون ترتفع على بالفرن على الحراره العاليه. هاي هنا طلعنا اول وحده ونغطيها شويه، 2 والله نغطيهم شويه. شوفوا بنات شوفوها شلون ممرقه، شوفوا هاي قدامكم تغطيها شويه حتى لا تعجن ولا تيبس ولا هاي. شوفوا بنات هاي قدامكم مثل ما تشوفون شلون طريه وحلوة. طبعا هاي 3 شعات من عندي لأن انتهت أسوي بوحدة، فهاي شوية يعني شعات بس طعمها كلش طيب وانأكلت ما شاء الله يعني كلش طيبة. حتى برمضان والله استخدمتها هواية يعني للسحور وهاي الشغلات، لأنها يعني كلش طعمها طيب. تقدرين شغلة إنه مثل تسويها هيك وجه بيتزا مثل ما يقولون، تقدرين تحشيها لحوم، هاي تقدرين هيك تسويها تحطين على الوجه مالتها بيتزا، العفو أجبان، مكس أجبان، زيتون، زعتر. انتي شنو الشغلات اللي تحبيها تقدرين تخليها. تقدرين تحشيها لحوم، تقدرين تحشيها أجبان. هاي إذا ترديها فطير محشي أو ترديها هيك فطير سادة. شوفوا بنات، وإذا تردين بنات هي ترى نفس الطريقة بس تخففيها بعد أكثر، تصغريها وتخففيها يصير عندك الكاهي مالتنا العراقي. ترى نفس الطريقة ونفس الفكرة بس هم أثخن وأطرى الفطير عندهم، وإحنا عندنا الكاهي يكون أخف
وشلون نقول ناشف انشف، لانه احنا راح نخلي له شيره، هم ما راح يخلوا له شيء. ها شوفوا بنات، يعني فتحت لكم اياها كلش حتى تشوفوها، تشوفون المنظر مالتها، تشوفون الطبقات مالتها كلش طيبه، ويا الشاي ويا الاجبان ويا القشطه الجيمر، يعني طيبه تاكليها هيك وحدها هي والشاي، يعني كلش طيبه. تسوين اقراص صغار وتذبيها بالمجمده، شو كثر ما يعجبك تطلعين تحميها شوي. شوفوا بنات، هاي الوجه البيتزا اللي قلت لكم عليها، اللي تخلي لها مكس اجبان وزيتون، اي شيء انت حابه تخليه، يعني تقدرين حالها حال البيتزا. انا شلون هيك سويتها، ورا ما كملت من اريد افتح الفوق خليت لها الاجبان وخليت لها الزيتون، وخليتها هيك دقائق بس يذوب الجبن عليها، يذوب الجبن يعني يتلعبس ويا هذا نسيت الزيتون. وها هي شوفوا بنات، دا اشوفكم شلون مورق وشكله وطعمه والريحه تمليلك البيت، يعني السابع جار توصل، يعني حرفيا صدق الريحه توصل السابع جار من شنو هيك فد ريحه طيبه مال مخبوزات تجي من يعني الطحين والدهن الحر والزبد والهاي، ريحه كلش طيبه. ان شاء الله يا رب عجبكم هذا الفيديو، اتمنى ما تنسوني باللايك والاشتراك والاشتراك بالقناه ومشاركه القناه اذا عجبتكم. بنات كلش مقصرين وياي بهاي يعني بهذا الموضوع، اتمنى ترفعون مشاهدات القناه عندي. التقيكم بفيديو ثاني ومع الف سلامه.